وريني ايدك كده، وريني بس، وريني اشوف حاجه. ايه ده؟ دي ايد بنتي دي. اتفضلي اتفضلي اقعدي يا استاذه، خلينا نتكلم. قولي لي بقى، ايه اللي وصل ايدك للمرحله دي؟ مرحله ايه؟ مرحله ان ايدك مقشفه يا استاذه. كنا بنتحجج وبنقول بسبب يعني عوامل الجو والسقعه وكده، احنا في الصيف اهو. مقشفه ليه؟ بس كفايه تبريرات. اتفضلي يا انس. تساليني تقولي لي ايه ده، هقولك ده بادي لوشن. في كل حته بادي لوشنز، مش بيعملوا حاجه. ده هيعمل ليه؟ ده هيعمل كله مكونات طبيعيه. زبده شيا تلاقي، زيت جوز هند تلاقي، زيت ارجان تلاقي، فيتامينز برضو تلاقي. بصي، هو ده مش الريحه فاضي اصلا. ده مش الريحه القويه اللي تحسسك ان انت دلقتي ازازه برفان على جسمك وبعديها يحصل لك التهاب. ريحته هاديه، استحاله يسبب لك التهاب. بشرتي جافه جدا، يعني مش هتلاقي اجفف مني. الوحيد اللي عرف يسيطر على الموضوع ده خليني انسانه الحمد لله يعني مش مقشفه. بتحط مرتين في اليوم، افضل ان انت تحطيه بعد الشاور على طول وجسمك كده مندي. الشعر اللي بيطلع بعد الشيفنج اللي هو بيشوك ده، انا كنت بعاني من المشكله دي. جربت كل حاجه حرفيا، طبيعيه مش طبيعيه، جربت كل حاجه، جليسرين فازلين كل حاجه، مفيش حاجه نفعت معايا غير ده. طبعا هو للجسم كله، جسمنا بقى ناعم وظريف وتحفه. نعمل ايه بقى عشان نخلي ريحته كده حلوه؟ دي مخمريه. انا مش هكلمك عن اي حاجه، مش هكلمك عن ريحتها، مش هكلمك عن اي حاجه حرفيا. انا هكلمك عن حاجه واحده بس، ثباتها. انت تنزلي الشارع طول النهار طول الليل، تتشقلبي تتنططي، هترجعي نفس الريحه، مفيش حاجه اتغيرت. دي شوجري سنت. في ريحه تانية عود ابيض ناعم ومسك وفانيليا. بحب الشوجري اكتر. بتحطيها على اماكن النبض في جسمك بعد الشاور وجسمك مندي. اتنين دول من بيج مغربيه موجودين في مصر. سيب لكم اسم البيج تحت عشان لو عايزين تطلبوا منها. في اي حاجه عايزه تسالي عليها اساليني في الكومنتس، او لو مش عايزه في الكومنتس اساليني برايفت وان شاء الله هرد عليكي. السلام عليكم.